السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بالمخيم بوريكم شيء. الحين طفيت الفلاش، شوف هذه اللمبة اللي كانت تضيء على الساحة حقت المخيم. لا أنا مطفي الكهرباء، المفتاح مطفي، لا شغلناه تولع صح، لكن بالوضع الحالي مشتغلة بشكل بسيط. تمام. شوفوا هناك نفس الفكرة، مولع بشكل بسيط. خل أقرب لها زين. شفتوا شكل الكبس هذا؟ الآن طافي الكبس ترى، ما شاء الله الليلة قمرة. هنا 4 أكباس كلنا بهالشكل، اشتغلن ضعيف. هنا في بعض اللدات صارت الإضاءة حقتنا أقوى شوي، وفي كم شريط من اللدات طافي بسبب انها مضيئة بهالشكل بشكل مستمر، وهذا يضر الكبس. تخيل 24 ساعة شغال بهالشكل ضعيف، ثم تجي انت بالليل تشغله بقوة يقوى. لا جيت تطلع من المزرعة طفيته يصير ضعيف بهالشكل. يعني هو بالواقع انه ما يطفى ابد، هذه مشكلة. هذه الماسورة ب4 أكباس من جميع الجهات. وش العلة؟ العلة يا حبايبي هنا طبعا هذا الطرف هذا نيوترال، هذا فائز. اللي تشوفونه الآن على الألوان، أنا أتكلم لكم على الألوان. هنا نيوترال ولا فائز؟ لا الصحيح إنه مقلوبات. يعني الطرف هذا المفروض هنا وهذا هنا. إذا قلبته بهالشكل راح تروح الإضاءة الموجودة. طيب وش سبب الإضاءة؟ خلنا نقلبهن ونخفي الإضاءة بعدين نعلمكم وش السبب. طبعا أنا خابر إن الكيبل هذا رايح للمخيم، والكيبل هذا رايح للساحة الوسطية اللي هي بهالأكباس ال4 اللي مع بعض. هذا المخيم معليش، وهذا الأكباس الوسطية. أبفصلهن، أبصور الأكباس وأفصلهن. هذيك الأكباس فصلت اللي تبع المخيم ما طفى، نفصل اللي تبع. يا سلام، قبل شوي فصلت حق المخيم، الآن بقلب الأسلاك. طبعا ايش سوينا الحين؟ قلبنا الأسلاك، حطينا نيوترال مكانه الصحيح والفاز مكانه الصحيح. أنا طبعا عندي بالمزرعة استخدم الألوان، يعني أمشي على اللون. الأزرق هذا نيوترال عندي ثابت، هذا اللي على الساحة الوسطية الأكباس الوسطية. والآن أصور لكم الأكباس بعد ما قلبنا الأسلاك وصلناها صح والكهرب شغال والأمور تمام. طبعا الآن شوف هذا موقع أكباس، بس رفيزي شكله ما يعرف مكان المفاتيح. خلنا نعلمه دقيقة. يمين الباب، يمين الباب. طبعا مثل ما شفتوا الآن راح النور الضعيف الموجود بالأكباس. طيب وش وضع النور الضعيف؟ شلون جاء؟ أنا مستخدم مثل ما قلت لكم الأزرق هو النيوتر مثبته عندي، فهو اللي موصل على اللمبات ديركت، والثاني على المفاتيح. فالسلك الأزرق رايح للإنارة ديركت، والسلك الأحمر رايح للمفتاح. عندي مفتاحنا يفصل خط واحد. بما أن عندي أنا نيوترال، عندي الخط عندي بالمزرعة 380 كهرباء الجديد، نيوترال مع فاز يطلع 220، فلا بد أن أخلي 220 هو الخط الحي الفاز هو اللي يروح للمفتاح. فإذا طفيته يقطع الكهرب نهائي. طفيت المفتاح اللي تحت الكبس الأصل أنه يقطع الكهرب نهائي، لكن إذا قلبت الأسلاك راح يروح هذا ديركت كهرب اللمبة، ويرجع من اللمبة يقف عند الفيش. فالعملية هذه الطويلة تسبب إضاءة بسيطة باللمبة. هذا اللي حصل مع جميع الناس. لكن اللي بيته النظام القديم الأفضل نركب له مفتاح مكيف يفصل خطين، ما يركب مفتاح عادي زي هذا. خلينا نشوف الكبس الآن. الحين مشغل الكبس. طفى النور، طفوا. هذه قبة ترى غيرنا خطتنا به، حتى الإضاءة اللي بالكبس هذا راحت. مجرد ما تعرف وين المشكلة تعالجة تنتهي.
هذا كان النيوترال رايح يلمه، الفاز رايح يلمه فوق ونازل تحت ينتظر عند الفيش أعطيه أمر. هالتغذية ذي سببت له إضاءة بسيطة، ولو في أمطار ولا في شيء كان صارت الإضاءة أقوى. بعضها تصل مرحلة تبدأ تعبي المكثفات الداخلية، تبدأ تشر، وهذا مع الوقت يعني مع الوقت الطويل يضر اللمبات.